عمر الشريف على العالمية وقال كان نفسي ما اعملش لورانس العرب، كان نفسي افضل ممثل مصري متجوز وسعيد، وقصة حبه التي غيرت حياته. ولد الفنان عمر الشريف سنة 1932، تربى على الديانة المسيحية المذهب الروماني الكاثوليكي، التحق بكلية فيكتوريا الإنجليزية بالإسكندرية ومنها إلى جامعة القاهرة حيث درس الرياضة والفيزياء. قصة حب عمر الشريف وفاتن حمامة بدأت سنة 1954 في فيلم صراع في الوادي، وقع في غرامها وعبر لها عن حبه فوافقت وتزوجوا سنة 1955. الشهرة والعالمية، ولكن كان ذلك على حساب خسارته لحياته الزوجية مع الفنانة فاتن حمامة، فكان يحلم بتكوين أسرة معها وإنجاب أبناء أكتر، ولم يستطع تحقيق هذا الحلم بسبب استقراره في الخارج وتركيزه في العالمية، واكتفى بطارق وهو ما ندم عليه وقال بشكل صريح كان نفسي أخلف أكتر ويبقى عندي عيلة كبيرة. سنة 1962 كان معاد عمر الشريف مع العالمية، حيث وقع اختيار المخرج ديفيد لين عليه للقيام بدور لورانس العرب. بعد طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة لم يتزوج، ولكنهما أنجبوا طارق وله حفيدين عمر وكريم. برع في التمرد والتمثيل على والده، ولكنه بائع خائب. في حوار سابق تحدث قائلا كنت ببيع الخشب بأقل من سعر بيعه، حتى ان ابويا خد عليا انطباع باني فاشل في التجاره. قال بمنتهى الصراحه لم اكن اصدق في يوم من الايام ابدا اني اذهب الى هوليود. وبمجرد وصوله الى هوليود دخل السجن بعد فيلمه لورانس العرب مع النجم بيتر اوتيل ببطولة أنطونيو كوين، ونال العديد من الجوائز خلال مشواره الفني. شارك عمر الشريف في أكثر من 100 عمل فني، وتوفى سنة 10 يوليو 2015 عن عمر 83 عام أثر إصابته بنوبة قلبية. رحم الله الفنان الكبير عمر الشريف.